السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور مصطفى داوود، وبإذن الله في الفيديو ده هنكمل تاني فيديو في النباتات الزهرية. وان شاء الله ده مش اخر فيديو، بإذن الله في تقريبا جزء تالت، وممكن يكون في جزء رابع كمان، لان الدرس كبير ما شاء الله. في حوالي 89 سؤال اختياري، وفي حتى حوالي يعني من 90 بقى ل 106 مقالي. فممكن اعمله على جزئين كمان، بس ما علينا يعني. بإذن الله ربنا يسهل ان شاء الله. السؤال اللي عليه الدور سؤال 30 بيقول لك: الرسم التخطيط المقابل يوضح محيطات زهرية كاملة. احنا اتفقنا ان المحيطات الزهرية كانوا أربعة: كأس تويق، طالع متاع. كاملة النضج يعني كاملة النضج يعني ايه؟ يعني قصده يعني على الطلع والمتاع، ان المتاع فيه بويضات، وان الطلع فيه حبوب لقاح مرتبة من الخارج للداخل. يعني عندك سين ده كأس، وصاد طويج، وبعد كده عين طلع، وبعد كده لام متاع. ماشي. ما السبب الذي يؤكد حدوث التلقيح الذاتي في الزهرة؟ احنا اتفقنا حدوث التلقيح الذاتي يعني الزهرة هتلقح نفسها. يعني المذكر بتاع الزهرة اللي هو الطلع هيلقح المتاع بتاع البويضة اللي هو ايه؟ المتاع بتاع الزهرة اللي هو المتاع. ماشي. ايه بقى اللي هيعرفني التلقيح الذاتي؟ اتفقنا ان لازم أن يكون الاتنين ينمو في نفس الوقت. تمام. ينضجوا في نفس الوقت. وحاجة كمان اتفقنا لازم أن يكون الذكر أطول من الأنثى. يعني مثلا لو ده مثلا الم... ال... ال... لو ده مثلا الميسم، يبقى الموتوك عامل كده فوقه، ماشي، أعلى منه يعني، عشان يقدر ان هو يلقحه. فبيقول لك يؤكد حدوث التلقيح الذاتي. جذب صيد الحشرات. طب ما هو ايه المشكله؟ ما هو ممكن صيد اللوت ويجي هو فعلا بيجذب الحشرات، بس ده ما ياكدش ان ده تلقيح ذاتي. ده ممكن يجذبه تبقى تلقيح خلطي برضه، مش ده اللي انا عايزه. فدي لا. نضج كل من عين ولم في نفس الوقت، اللي هو الطلع والمتاع في نفس الوقت، دي تنفع. اتفقنا لازم ننضجوا في نفس الوقت. نضج لم قبل عين لا، احنا لازم ننضجوا في نفس الوقت. حماية سين من المكونات الداخلية ملهاش علاقة. هو فعلا سين بيحمي المكونات الداخلية، بس ده ملوش علاقة بالتلقيح. تبقى الإجابة ب هي اللي صح. ولو كان كمان لك، لو كان كمان كتب لك إن ده أعلى من ده، كنت اخترتها عادي. ما الدور الذي يقوم به الخيط في أزدية الأزهار؟ فاكر الخيط ده كان كنا قلنا إن الطلع اللي هو العضو المذكر بيبقى فيه أزدية، وكل سوداء كانت بتبقى مكونة من خيط ومتك. الخيط ده اللي هو ده، والمتك اللي هو ده. ماشي. الخيط ده بيعمل ايه؟ هو الخيط بيحمل المتك، صح؟ طب ماشي، فكر كده، لو الخيط ده كان طويل، لو الخيط ده طويل قوي قوي قوي، هيبقى اعلى من الميسم، صح؟ فيحصل تلقيح ذاتي. طب لو كان الخيط ده قصير، يبقى يبقى اقل من الميسم، يبقى يحصل تلقيح خلطي، صح؟ ماشي. يبقى بيحدد نوع التلقيح في الازهار. حلو. طيب يبقى ما ينفعش يحمل قرابل. لا، هو ما بيحميش القرابل. هو ما خدناش ان الخيط له حمايه ولا يساهم في تكوين حبوب اللقاح. اللي يساهم في تكوين حبوب اللقاح هو المتك بس يا شباب. فيبقى ألف ب يحدد نوع التلقيح. يحدد نوع التلقيح أزهار خنثى ولا أزهار وحدة الجنس؟ بص يا حبيبي، في الأزهار أو في الخيط، يعني بنقول إن هو بيحدد نوع التلقيح ليه. بيقولوا هيبقى أطول من الميسم أو أطول أو أقصر منه. ماشي. في الأزهار وحدة الجنس بقى، أنا يا عندي يا ميسم يا موتك، بس مفيش الاتنين مع بعض. ماشي. فمش هعرف أقول أنا أطول ولا أقصر من إيه. فأنا لازم أن تكون الأزهار خنثى عشان يبقى فيها مذكر ومؤنث مع بعض يا شباب. مفهوم الكلام؟ أنا أصلا لو فيها مثلا مذكر بس، خلاص أنا أصلا استحالة ألقح ذاتي أصلا. تمام. ماشي. الرسم بياني مقابل يمثل طول كل من الخيط والقلم في أربع أزهار من أربع نباتات مختلفة. أي هذه الأزهار يشيع فيها حدوث التلقيح الذاتي؟ حلو. تلقيح ذاتي يعني ايه؟ اتفقنا ان الخيط اطول من القلم بس، لان هتلاقي ان المتك يعني كده. بس مثلا لو ده ايه، لو ده المتك وده الميسم، لازم أن يبقى ده اطول من ده كده عشان يعمل تلقيح كده. تمام. فلازم الخيط اطول من القلم. فين بقى الخيط اللي هو الازرق اللبني ده، والقلم اللي هو البامبي ده؟ فعايزين الازرق اطول من البامبي، هتلاقي الوحيده في سين، تبقى الاجابه سين هي اللي صح بس. سين فقط. ماشي. ادرس الشكل المقابل من نوع التلقيح في ألف وب على الترتيب. حلو. ألف، بص هتلاقي ايه؟ هتلاقي إن في زهرتين مختلفتين. مادام زهرتين مختلفتين يا شباب، يبقى هو خلطي عموما بالنسبة للزهرة. ليه؟ يعني ايه يا مستر؟ بص، ذاتي يعني في نفس الحاجة. ماشي. فمثلا ب ده ذاتي للزهرة، تلقيح ذاتي للزهرة، إن الزهرة بتلقح نفسها. طب ألف، على فكرة الزهرتين على نفس النبات، حتى شوف طالعين من نفس النبات أهو. فهو مش ذاتي للزهرة لأن زهرتين مختلفتين، بس ذاتي للنبات. إيه النبات؟ مش النبات يا ابني واقف كده وطالع منه ورد وبتاع وزهر وحاجات كده؟ ماشي. فاعتبر مثلا ان دي لقاحة دي، يبقى هو في نفس النبات، يبقى ذاتي للنبات. نفس يعني ذاتي، يعني مش نفس يعني ذات فيبقى ذاتي للنبات بس خلطي للزهرة. فاهم قصدي؟ يا رب اكون فاهم. ماشي. يبقى ألف ده هو المفروض خلطي للزهرة وذاتي للنبات. خلطي للزهرة وذاتي للنبات يعني ذاتي للنبات اللي هي الوحيدة اللي هي به يعني. طب وب اللي هي التانية، الرسمة التانية دي يعني، الرسمة التانية كانت، بص، هي ذاتي للزهرة، فتبقى به ذاتي للنبات وذاتي للزهرة، صح؟ ماشي. يعني لو ما فهمتش حاول تعيد الجزء ده تاني. ما نوع التلقيح السائد في الزهرة المقابلة؟
ماشي، انت عندك الزهره المقابله ايه اللي بيميزها؟ هتلاقي بص ده دي الازديه عامله ازاي. الازديه شايف متدليه، وعلى فكره ده نبات الزنبق، كانت ازديته كبيره جدا زي ما انت شايف كده متدليه، والمياسم بتاعته ريشيه، شايف عامله شبه الريشه كده اهي. ماشي، شبه زي ما انت شايف كده اهو. طيب ايه بقى ده؟ قلنا ان لما تكون الموتو كبير كده وان الميسم ريشي يبقى ده تلقيح بالرياح. تمام، على فكره هو تلقيح خلطي. ليه مش ذاتي؟ اصل مش بص، هو شايف الموتوك شايف مستواه فين والميسم فين؟ الميسم فوق الموتوك اهو، الميسم اهو والموتوك اهو، فمستحيل يبقى ذاتي. هو خلطي وبالرياح. تمام. طب ما اخترتش الحشرات ليه؟ عشان هو الحشرات دي بختارها لما يكون في التويج له الوان زاهيه كده. اما يلي يزيد من فرص التنوع الوراثي في النسل الناتج من تكاثر نبات زهري. يزيد من فرص التنوع الوراثي يعني هيحصل انقسامات ميزانية كتير. تمام كده. ماشي، نمو العديد من القرابة المقابل نمو سوداء واحدة فقط. ماشي، طب ما هو العديد من القرابة نمو سوداء واحدة فقط، انت كده عندك ذاتي برضو للزهر. يعني هو لو نمت كذا قربلة والسوداء واحد فقط، وعلى فكرة ممكن يلقحهم كلهم عادي. تمام، لو تلقيح ذاتي يعني. لان اصلا يعني كل قربلة منهم بتبقى فيها بويضة واحدة بس، او على حق يعني كل ما ابيض مثلا يعني، او كل بويضه بيبقى فيها مشيج واحد، انما الموتوك بيطلع ملايين حبوب لقاح يعني. فيمكن عادي. انما هو الفكره يعني إيه تنوع وراثي؟ يعني عايز اطلع القح على الاقل زهرتين مختلفتين عن بعض يعني. مش نمو الاسديه والقرابل ونضجها في اوقات مختلفه، دي صح على فكره، عشان ده تلقيح خلطي. ده تلقيح خلطي على فكره، الف هتبقى تلقيح ذاتي. ليه؟ عشان حتى لو انت على حسب، يعني هو التلقيح الذاتي مش بيبقى على حسب عدد القرابل وعدد الاسديه، هو على حسب طولهم بس ونموهم امتى. جيم الاعتماد على التلقيح بالرياح بدل ما التلقيح بالحشرات، طب مش فارقه. هو بالريح او بالحشرات ما هو نفس الوسيله. الفكره انا عايز اعرف هو ذاتي ولا خلطي. نمو نضج المنتج في مستوى اعلى من مستوى الميسم، ما هو ده كده يبقى ذاتي، فمش هيبقى فيه تنوع وراثي كتير. الخلطي ده يبقى فيه تنوع وراثي اكتر، يبقى فيه نباتين مختلفين، يبقى فيه فرصه اكبر للتنوع الوراثي على حسب ما يبقى، على عكس ما يبقى نبات واحد. ماشي، ادرس الزهره المقابله ثم استنتج اذا علمت ان سين ينضج في نفس توقيت صاد. سيد اللي هو المنتج وصاد اللي هو المبيض يعني، او البويضه، ينضجوا في نفس الوقت. ماشي، والمستوى ده اعلى من ده، يبقى كده التلقيح هيبقى ذاتي. يبقى النبات ده زهرة ذاتية التلقيح، ما ينفعش اختار خلطية. ماشي، اتفقنا. طيب هو نبات ذو فلقة ولا ذو فلقتين؟ انا اعرف منين يا مستر؟ كانت مكتوب عندك ملاحظة في اول الدرس خالص، كنا حلينا على الفيديو اللي فات، ان يا شباب ان النباتات اللي بتبقى ذات فلقة واحدة بيبقى فيها الكاس شبه التويج بالظبط، متعرفش افرقهم عن بعض. انما النباتات اللي ذات فلقتين بعرف اميز الكاس عن التويج. طب وانت انا عارف تميز الكاس عن التويج؟ اه، كاس اهو والتويج اهو. يبقى ده مش ذات فلقة واحدة بقى، ان انا عارف اميز، يبقى ده ذات فلقتين. انت عرفت منين بقى ان هو ذات فلقتين؟ ان هو انا عرفت اميز الكاس عن التوهيج. ماشي، من خلال دراستك للشكل موجه الشبه بين الف وب. حلو. الف هتلاقيها زهره، بص يا شباب، اي زهره في الدنيا فيها كاس وتويج لازم. ماشي، فيها ممكن نكون احنا مش واخدين بالنا منه، ممكن يكون ذات فلقه واحده بس هما فيها كاس وتويج. فاي زهره يا شباب على الاقل خالص فيها ثلاث محيطات، فيها كاس وتويج، وممكن يكون فيها طلع بس او متاع بس، يبقى كده زهره احاديه الجنس، او ممكن تكون زهره خنثى فيها الاربعه. فالزهره اقل حاجه فيها ثلاثه، ثلاث محيطات، واقصى حاجه فيها اربع محيطات. تمام كده. ثلاثة دي لو حتة الجنس فيها كسوة ويج أساسي وفيها طالع متاع. أربعة خنثى فيها كسوة ويج وطالع متاع، الأربعة مع بعض. ماشي، الزهرة ألف لو لاحظت هتلاقيها خنثى، هتلاقي فيها أهو المذكر المؤنث أهو، يبقى دي فيها أربع محيطات، دي خنثى، تبقى عاملة كده، خنثى رمزه كده. ماشي كده. طيب والب اللي على الشمال دي فيها متاع بس، يبقى دي أنثى بس، فيها ثلاث محيطات فقط. ماشي، وجه الشبه عدد المحيطات لأ، واحدة تلاتة واحدة أربعة. نوع التلقيح بص، ألف على فكرة تلقيح هيبقى خلطي. ليه؟ لأن مستوى الميسم، مستوى المنتج قصدي أقل من مستوى الميسم، فده خلطي. وب خلطي برضه. ليه مش ذاتي؟ يا ابني ما هو ذاتي محتاج يكون فيها مذكر مؤنث، دي فيها مؤنث بس، فالاتنين تلقيح خلطي. فنوع التلقيح فعلا وجه شبه هختارها، بس لازم أقرأ الباقي. جنس الزهرة لا، واحدة خنثى واحدة أنثى، دي ما ينفعش. طب عدد أكياس اللقاح، ماشي، ألف فيها عدد أكياس معين مهما كانت، ب أصلا فيها صفر. تمام، لأن بيها ما فيهاش أصلا إيه عضو المذكر، فعدد أكياس اللقاح دي هتبقى غلط مش معايا يعني. سؤال 38 بيقول لك الشكل المقابل يوضح بعض العمليات الحيوية التي تحدث داخل بويضات نبات البسلة. ما الناتج الأولي لكل من ألف وب على الترتيب؟ ماشي، دي سهلة خالص يعني. ألف بص، ألف جاب لك إن هنا عدد الكروموسومات على الشمال. ماشي، قدر تشوف العلاقة البينية الأول، وعملية حيوية بتحصل، مطلوب منك تعرف ايه العملية دي. ماشي، انت كان عندك هنا خليتين أو نواتين يعني أيا كان، وفيهم سبع كروموسومات. تمام. وبعدين بقوا بعد اللي هي بالأحمر بقوا 14، يعني دي كانت مثلا نون، ودي نون، ودي بقت اتنين نون. طب وفي ب كانت نون ونون ونون، بقوا تلاتة نون. مفيش حاجة عندك تلاتة نون في المنهج إلا الاندوسبيرم. تمام، وده ومادام ده اندوسبيرم يبقى ده معاه ده الزيجوت. ماشي.
يبقى الناتج الاولي، على فكره قال لك الناتج الاولي دي مهمه، دي مهمه جدا عشان هتفرق لي. ماشي. المفروض ان ده يبقى زيجوت، ماشي، وده يبقى ايه، اندوسبيرم. طب ماشي. يبقى عندك مثلا هتستبعد مثلا اللي فيها النيوسيرا دي، وهتستبعد اللي فيها ثمره. في واحده كاتب لك فيها نسيج اندوسبيرم ونواه اندوسبيرم. ايه الفكره؟ بص، هو انت في الاول بيبقى عندك زيجوت، وبعد ما ينمو بيبقى جنين، وبيبقى عندك نواة اندوسبيرم واحده، وبعد شويه بتبقى نسيج اندوسبيرم. او ليه بقى؟ لان انت ساعه الاخصاب بتكون نواه واحده، اللي الزيجوت بيبقى خليه واحده، ونواه واحده للاندوسبيرم. تمام. بعد ما تنقسم بقى كتير وتنمو بعدها بشويه، اثناء نمو البذره يعني، اللي بيحصل ان دي بتنقسم ميتوزي، دي بتنقسم ميتوزي، فبيبقى بدل ما يكون زيجوت خليه واحده يكون جنين كذا خليه، وبدل ما يكون نواه واحده اندوسبيرم يبقى نسيج. مش نسيج ده يعني كذا خليه، فاهم؟ فيبقى الفكره في ايه؟ الفكره في ان هو قال لك الناتج الاولي، عشان كده قلت لك علم عليها. الناتج الاولي يعني لسه ما انقسمش ولا حاجه، يعني في البدايه. تمام، يعني لسه هتبقى نواه، واخد بالك؟ ماشي. فتبقى الاجابه ايه؟ لما الناتج الاولي يبقى الاجابه د. الشكل التالي وضح 4 تجارب تم إجراءها على أزهار نبات الزنبق، حيث أن ماشي. التجربة الأولى زهرة عادية لنبات زنبق تولد عادية، اللي هي ألف واحد دي، ماشي. وإيه اللي حصل؟ تحول المبيض إلى ثمرة تحتوي على بذور عادي، يعني حصل تلقيح وإخصاب عادي. الزهرة التانية تم إحاطة القربلة بكيس بلاستيك قبل تفتح الزهرة، ماشي. ولقينا إن عدم تحول المبيض إلى ثمرة، يعني ما نتجتش، إن ما حصلهاش تلقيح، تمام، ولا إخصاب، لأن أنا محوط المبيض بحاجة. طب أنت عارف هو عمل كده ليه؟ معلومة ليك يعني. التجربة دي يعني يقصد إن هو جاب الزهرة في المعمل عنده يعني، وغطاها بكيس بلاستيك عشان مفيش اي حبوب لقاح تيجي عليها خالص، الا اللي انا احطها في التجربه بتاعتي انا. تمام. فجاب مثلا في تجربه 3 حط عليها حبوب لقاح خاصه بنبات الزنبق نفسه، يعني شال الكيس وحط عليها حبوب لقاح من نبات الزنبق وقفل عليها، يعني حتى بص حط السهم بعد الكيس اهو. فلقى ان تحول مبيض لثمره تحتوي على بذور فعلا. انما لما حط حبوب لقاح بخاصه بنبات الخزامي، نبات تاني يعني، تمام، لا ان هو ما تحولش لزهره، مع انه حط حبوب اللقاح برضه. طب ازاي يا مستر في حبوب لقاح وما حصلش اخصاب؟ عشان هي مش بتاعه النبات ده. ان لازم أن يكون حبوب اللقاح زي ما قلت لك بتاعه النبات. مثلا ما ينفعش النبات تفاح يلقح نبات كوسه، مفيش كده. لازم أن التفاح يلقح تفاح، والكوسه تلقح كوسه برضه. تمام. ماشي. ما الذي يمكن استنتاجه من هذه التجربه؟ ماشي. لتكوين ثمره يجب تلقيح الزهره بحبوب لقاح من نفس الزهره، وتحتها لتكوين ثمره يجب تلقيح الزهره بحبوب لقاح من نفس النوع. طب هو من نفس الزهرة ولا من نفس النوع؟ لو هو من نفس النوع، يعني مش لازم من نفس الزهرة، ممكن زهرة تانية بس من نفس النوع. أهم حاجة من نفس النوع دي، يعني تفاح بس، أو كوسة بس، أو عنب بس. ما ينفعش مثلا ألقح زهرة زهرة مثلا تفاح بزهرة عنب، فاهم؟ فهو من نفس النوع، بس ينفع ألقح زهرة تفاح بزهرة تفاح تانية، إنه مش نفس الزهرة. مش الكيس البلاستيكي المحاط بالكربولا لا يمنع التلقيح الذاتي؟ لا، هو بيمنعه، لأن ما حصلش فعلا تلقيح ذاتي، لأن أنا ما دام حطيته هنا عشان يمنع التلقيح الذاتي أصلا. تحتوي بويضات المبيض او تتحول بويضات المبيض الى بذور دون حدوث اقسام مزدوجة. ازاي يعني؟ استحالة. لازم البويضات عشان تحول لبذور لازم يحصل اقسام مزدوجة. الاجابة ب هي اللي صح. تم نقل عدد من حبوب اللقاح س وص يدويا على مياسم 3 نباتات مختلفة، فكانت النتائج كما هو موضح. تنتبه حبوب اللقاح س لايه بقى؟ بص، لما حطوا حبوب اللقاح س على 3 نباتات ما عملتش انبات الا النبات واحد بس، اللي هو واحد. وصاد لما حطها على 3 نباتات ما عملتش انبات النبات اتنين بس. فيبقى كده السين من نفس نوع واحد، وصاد من نفس نوع اتنين. لو بسألك بقى سين من نفس نوع ايه؟ واحد بس كده. شفت الصورة؟ الشكل المقابل يمثل إحدى مراحل التكاثر في النباتات الزهرية، درسه جدا ثم استنتج منها العملية الحادثة خلال فترتين س وصاد. ماشي. بص كده بالترتيب هتلاقي إن هي كانت حاجة نون، وبعدين طلعت 2 نون، وبعدين طلعت 3 نون. اه. مادام كانت حاجة نون وبعد كده بقت 2 وبقت 3 نون، ايه اللي حصل؟ ما هو مادام وصلت 3 نون يبقى أعرف إن في اندماج ثلاثي في الموضوع، واندماج ثلاثي ده اكيد حصل عند 3 نون عشان هو ثلاثي. يبقى صاد دي حصل فيها حصل فيها اندماج ثلاثي. تمام. ولكن عايزك تدقق في الرسم بقى عشان هو هنا مدقق جدا. بص بقى ايه اللي هيحصل، أنا عايزك تتخيل معايا. بص يا سيدي، انت كنت هنا عند نون خلية معينة، انت ما تعرفهاش او انت عارفها يعني مذاكرها. لو انت مذاكر تعرفها اللي هي ايه. ممكن تكون البيضة اللي هي بنون، او ممكن تكون نواة من النواتين القطبيتين اللي هي 2 نون. تمام كده. ماشي. هتفضل ماشي ماشي لحد ما يحصل هنا، يحصل ايه؟ الاخصاب. يحصل الاخصاب هتوصل هنا لحد 2 نون، ماشي كده. ال2 نون دي ايه؟ اللي هي المفروض هنا الايه الزيجوت يعني، صح كده.
ماشي، يبقى عند س هنا حصل اخصاب، وبعدين حصل اخصاب، وبعد كده هتفضل طالع لحد ما توصل 3 نون، يبقى هنا حصل اندماج ثلاثي. ماشي، وبعد ما حصل اندماج الثلاثي اتكون ايه؟ نواة الاندوسبرم بس. طب عشان نواة الاندوسبرم تبقى نسيج اندوسبرم، فتفضل ماشي عند 3 نون برضه، بس هتنقسم انقسام ميتوزي. فهمت قصدي ولا ايه؟ ماشي. فيبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى لازم أن تكون صاد انقسام ميتوزي، يعني يا الف يا جيم. طب انا هختار بقى س، هختارها اخصام مزدوج ولا اندماج ثلاثي؟ لا، انا هختار س اخصام مزدوج، لان هو كان عند 2 نون. تمام، حتى س عند 2 نون هنا اهو. فيبقى كده الاجابه الف هي الاجابه الصح. 42 بيقول لي ايه ده الشكل المقابل الذي يوضح نواتج الاخصاب المزدوج داخل احد النباتات الزهريه ثم اجل؟ ايه الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن مجموعه صغيره تركيب س وصاد وعين؟ ماشي. س ده الناس بقى اللي مذاكره س هتلاقي ان ده اللي اسمه غلاف البويضه، وعين وقال لك بعد الاخصاب، فعين ده الزيجوت، وصاد ده الاندوسبيرم. حلو كده. ماشي. طب الغلاف البويضه احنا ما خدناش هي كام نون؟ لا خدنا، قلنا اي حاجه بره الكيس الجنين 2 نون، فس 2 نون، وصاد الاندوسبيرم 3 نون، وعين اللي هو الزيجوت 2 نون برضو. تمام. فهتختار بقى صاد لازم أن تكون 3 عواميد، اللي هي الوحيده يعني تنفع جيم بس. لو مذاكر تحل على طول الدرس ده، محتاج بس تشغيل دماغ وخلاص. الشكل المقابل يعبر عن التغيرات التي تحدث أثناء مراحل ايه؟ حلو. بص انا عايزك بس تبقى تلقط كده الحاجة بعينك. لو لاحظت هتلاقي عدد الأنوية. بص كده، عدد الأنوية هنا كام؟ كان واحد بقى، كان نواة واحدة بقت 4 أنوية، وبعدين بقت نواة واحدة. مش واخد بالي أوي. طب بص كده، عدد الخلايا كانت خلية واحدة، تمام، خلية واحدة بقت 4، بقت 8. احنا رقم 8 ده مميز أوي في تكوين، في مراحل تكوين حاجة. التمن خلايا دي اللي هما التلاتة السمتية والاتنين المساعدتان والاتنين القطبيتان والبيضة. تكوين البويضة طبعا في نبات زهري مفيش غيرها يعني. طب وايه يا مستر الأنوية اللي كانت واحد، أو الخلايا اللي كانت قصدي الأنوية اللي كانت واحد بقت 4، بقت واحد دي يا شباب اللي هي اللي كانت زمان يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كانت الخلية اللي انقسمت ميوزي، وبعد كده تلاشى منها 3، فهي انقسمت ميوزي بقت 4، وبعد كده تلاشى منها 3 بقت واحد. ماشي. 44 بيقول لك الشكل المقابل يوضح طريقتين من طرق التكاثر في نبات الجزر س وصاد. ماشي. لو لاحظت في س هتلاقي ان ايه؟ ده التكاثر الجنسي، لان حتى هنا بيقول لك بذور تكاثر جنسي بحبوب اللقاح والبيضات، يعني مش هاجي يعني. وصاد ده زراعة الأنسجة، حتى بص يقول لك لبن جوز هند، الناس اللي فاكر الدرس الأولاني. ماشي. ايه اللي بيميز صاد عن س بقى؟ والله اللي بيميز صاد ده تكاثر لا جنسي، فيطلع نبات جزر زيه بالظبط. انما نبات سين او تكاثر سين يعني ده تكاثر جنسي، فهيطلع لك حاجه فيها تنوع وراثي مش شبه بالظبط. ايه اللي بيميز صاد بقى؟ مكلف في الوقت والطاقه؟ لا يا باشا، مش مكلف في الوقت والطاقه، ده لا جنسي. انتاج افراد مطابقه الاباء فعلا ده صح، ان هو لا جنسي. الاعتماد على انقسام ميزي لا هو ميتوزي، انا بتكلم على صاد. اقتصار حدوثه على افراد الخنثى؟ لا، هو ممكن يحصل اي فرد، انا مش عايز اصلا ولا انثى ولا ذكر، انا عايز بس اخد نسيج من اي حاجه واحطه في لبن جوز الهند ويطلع لي بقى. ماشي. اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح تكوين البذرة والثمرة. يدرسه جدا ثم استنتج شرط تحول التركيب س إلى ثمرة. خلي بالك قالك ثمرة مش بذرة. ايه التركيب س؟ س ده اللي هو المبيض، بص مشاور على المبيض من بره اهو، فقصده س ده المبيض يعني. شرط ان انا احول المبيض الى ثمرة ايه يا شباب؟ بص، ان انا احول المبيض الى ثمرة مش شرط يحصل اخصاب، هو شرط يحصل تلقيح بس. وبعد التلقيح لازم يحصل حاجة كمان، نشاط هرموني في المبيض. تمام كده. النشاط الهرموني ده اللي هو يعني المبيض بتتشحن بالاكسينات يعني. فهل شرطها ان يحصل عمليه اخصاب مزدوج؟ لا، ما في ثمره بتتحول او بيضه بتتحول لثمره من غير اخصاب. الاخصاب ده شرط لحدوث تكوين البذر، اندماج النواتين القطبيتين، او ما هو الثلاثه اللي تحت دول اخصاب مزدوج، يعني هي الف هي ج هي د الاصل، فالاجابه تبقى ب هي اللي صح. يلزم الحصول على الشكل مقابل اخصاب ايه؟ بص عشان اللخبطه بالله عليك، الذره الناس اللي مفكره ان دي كلها ثمره، وان دي بذور، لا يا باشا. كل حبايه من حبايات الذره هي ثمره، لان قلت لك الثمره في النباتات وحديث الفرق اسمها حبه. ماشي. فهنا الواحده من دي بثمره، وجواها البذره بتاعتها. طب يا مستر ايه ده؟ يعني مش فاهم انت بتقول ايه. بص بالراحه، مش انت فاكر ان في النباتات الوحيدة الفلقة كانت الثمره هي الحبه، وما بعرفش افصل ان الحبه عن البذره بتاعتها؟ بالظبط كده. فان الحبايه بتاع الذره الواحده دي ثمره، وجواها المفروض بذره، بس ملتحمين مع بعض، فمش عارف افرقهم عن بعض. فهمت الفكره؟ ماشي.
فانت عندك هنا عدة ثمار وجواها عدة، يعني كل واحدة يعني جواها عدة بويضات. تمام. فانت عايز مبيض واحد ولا كذا مبيض؟ لا، هو انا عايز كذا مبيض، مش مبيض واحد. عدد من البويض بكل منها كام بويضة، كل منها بويضة واحدة. لان في نباتات وحيدة الفلقة بيبقى فيه يعني كذا، او الحبة الواحدة يعني دي مثبت مبيض واحد وجواها بذرة واحدة بس، وبيبقوا ملتحمين مع بعض، ما اعرفش يفرقوا عن بعض. انت حتى لو فتحت حباية الذرة دي هتلاقي مش هتلاحظ جواها بذرة يعني واضحة. لا، هم ملتحمين مع بعض. تبقى الإجابة ج هي اللي صح. عدد من المبايض كونوا لي عدد من الحبوب، بكل حبة منها بذرة واحدة، يعني اللي هي بويضة واحدة بس. أنا مش عارف أفرقها عن الحبة لأن ده نبات أحادي الفلق. افحص الصورة التي أمامك ثم استنتج. التركيبة الناتجة عن الأخصاب المزدوج. والله التركيبة الناتجة عن الأخصاب المزدوج قبل ما أفكر هي البذرة، تمام، أو الانتظار الجنين يعني، اللي هي البذرة يعني. ماشي، بس ده تفاح، خلي بالك يعني. ماشي. التفاح يعني اتنين، ده مش مبيض، خلي بالك، اتنين ده تخت. المبيض بقى هو، بص ده يعني انا عايز افهمك بس. بص، المبيض في التفاح كان ده اللي على شكل قلب، ده اللي هو مشاور عليه برقم تلاتة، ده المبيض. امال الاتنين ده كان التخت زمان. واحد ده عنق الزهرة، تمام، اللي هو ده. ماشي. أربعة بقى البذرة اللي هي البويضة، دي البذرة اللي هي البويضة، كانت بويضة زمان يعني. وتلاتة ده المبيض، مبيض. ماشي. فالمبيض وده البويضة وده المبيض، فاهم، وده التخت، لأن التفاح زهرة مميزة شوية. ماشي. يبقى مين اللي كان ناتج عن أخصاب مزدوج؟ يعني ناتج أخصاب مزدوج اللي هي البذرة اللي كانت بويضة يعني، اللي هي أربعة بس. أمال تلاتة مش ناتج عن أخصاب مزدوج. تلاتة ده ما يلوش دعوة بالإخصاب، المبيض ملوش دعوة بالإخصاب. أما يوسف ثمرة البتنجان. ماشي. والله ثمرة البتنجان دي كانت حقيقية ولا كاذبة؟ الكذب عندك اتذكر عندك التفاح بس. تمام. هو البتنجان حقيقية فعلا. وحيدة البذور اللي خليه من البذور، لا، هو البتنجان ولا وحيدة البذور ولا خليه، هي عديدة البذور، هي ظاهرة حقيقية. تمام. هو واحد يقول له البتنجان فيه بذر، وقف الفيديو يروح افتح البتنجان عندك كده، قطعها وشوف هتلاقي فيها بذر ولا لا. ماشي. ما الثمرة التي تختلف في نوعها عن باقي الثمار؟ ماشي. لو لاحظت هتلاقي باختصار يعني كلهم ثمار حقيقية ما عدا ده اللي هي ثمرة كاذبة. تمام. في واحد الصراحة اختار اختيار استفزني جدا يعني. يعني بيقول لي يا مستر انا هختار جيم اللي هي الطماطم. اقول له ليه يا ابني؟ يقول لي عشان الف برتقال، وجي وب مانجا، ودال تفاح، كلهم فواكه ما عدا جيم طماطم خضار. هو الصراحة يعني تفكير حلو، بس احنا مش في حضانة يا جماعة. يعني هو مش جايب لك، اكيد مش هيجيب لك ده سؤال زي ده في امتحان احياء يعني عشان تختار الخضار عن الفاكهة. يعني اتقوا الله بالله عليكم يعني وراعوا ايه، راعوا نفسيتي. فانا اكيد مش هجيب لك سؤال في امتحان احياء في تجريب 21 يعني محطوط من الوزاره عشان يقول لك عايز يعرف الفرق ما بين الخضار والفاكهه، او عايز يعرف اكيد ما بين الثمره الحقيقيه والكسب اللي عندك في المنهج يعني. ماشي. 50. الشكل المقابل يعبر عن مبيض ناضج، ادرسه ثم اجب. ايه الاجزاء تقوم بوظيفه الجزء 12 في ظاهره التفاح بعد حدوث التلقيح؟ ستوب. هو الجزء 12 ده ايه؟ 12 ده المبيض، هتلاقيه مشاور على المبيض من بره. طب تعالى كده نفتكر. ماشي. واحد كان ده، واحد دي خلايا سمتية. اتنين النيوسيلا. تلاتة نواتان قطبيتان. أربعة خلية مساعدة. خمسة البيضة. ستة ثقب النقير. سبعة التخت. تمانية حبل سري. تسعة، هو مشاور على الكيس، لا تسعة مشاور على، ما انا مش فاهم، اتنين وتسعة وعشرة مشاور على نفس، بص هي عشرة مشاور على البويضة. تمام. والمفروض يعني انا هكبر لك عشان تفهم. دي البويضة ده اهي، دي البويضة، وده الكيس الجنيني، واللي بينهم النيوسيلا. فهو انا مش عارف هو مشاور على، يعني نعتبر مثلا اتنين مشاور على النيوسيلا، ونعتبر مثلا تسعة مشاور على البويضة، وعشرة كده كده مشاور على الكيس الجنيني، او العكس. 11 مشاور على غلافة البويضة، و12 المبيض. ماشي. مين بقى اللي بيكون وظيفة الجزء 12 اللي هو المبيض يعني؟ زر التفاح بعد حدوث التلقيح. بص يقصد ايه؟ ان بعد حدوث التلقيح في اي ظاهرة في الدنيا المبيض هو اللي بيعمل الثمرة، لكن في التفاح مش المبيض هو اللي بيعمل الثمرة، حد غير المبيض اللي هو اللي بيكون وظيفته بقى، اللي هو مين؟ التخت، اللي هو سبعة. فهمت؟ يبقى يقصد يعني مين اللي بيكون الثمرة في زهرة التفاح، لأن زهرة التفاح مميزة. التخت. مش الشكل بينما مقابل يعبر عن عدد حبوب اللقاح اللازمة لتلقيح 3 أزهار من نباتات مختلفة، بحيث يتم إخصاب جميع البويضات الموجودة داخل مبايض الأزهار الثلاثة. يعني هيحصل إخصاب يعني إيه؟ هكون بذور يعني، وهكون بذور بكل عدد البويضات اللي موجودة. الخريطة دي تمثل س وصاد وعين. بص، يقصد ايه بقى؟ يقصد انها دلوقتي مثلا لو يكون في نبات ما عندي بويضة واحدة. ماشي. هو قالك بيفترض ان كل البويضات هتتخصب وكل حاجة،
يعني لو النبات ده فيه بويضة واحدة بس، يبقى اكيد هيحصل له اخصاب على حسب ما قال في السؤال، وهينتج بذرة واحدة. طب لو النبات ده مثلا فيه 6 بويضات، يبقى هينتج فيه 6 بذور. فانت بقى ده اعتمادك على الذاكرة بقى، او اعتمادك على الفهم العملي. ان مثلا عندك ان حبوب اللقاح اللازمة لاخصاب مثلا نبات صاد، عايز حبة لقاح واحدة عشان اخصاب النبات صاد، يبقى كده نبات صاد ده فيه بويضة واحدة، اللي هيبقى فيه بذرة واحدة. طب عين ده فيه بويضتين، او محتاج يعني محتاج حبتين لقاح عشان يخصبوه، يبقى في محتاج يبقى ايه، يبقى فيه بويضتين. سين هتلاقي فيه 6 حبوب لقاح عايزين عشان يخصبوه، يبقى كده في 6 بويضات، ان كل حبة لقاح بتخصب لي بويضة. ماشي. طب مين شوف سين كده، سين في ست بويضات، يعني النبات فيه 6 بذور. البسلة ولا الذرة ولا الفول السوداني؟ هو استحالة يبقى الذرة. ليه بقى يا باشا؟ لأن الذرة زي ما قلت لك في السؤال قبل كده فيه بذرة واحدة بس. ازاي يا مستر ده الذرة فيه كتير وبتاع؟ لا، ما هو كل حباية من دول بثمرة مش ببذرة. يعني انت مفكر ان كوز الذرة ده كله ثمرة؟ لا يا باشا، هو كل حبايه من حبايات الذره بمثابه ثمره. تمام. وكل حبايه من حبايات الذره الثمره دي اللي بنسميها حبه جواها بذره بس ملتحمين مع بعض، ما بتعرفش تفرقهم عن بعض. يعني اعتبر في الذره الثمره هي الحبه، قصدي اعتبر في الذره ان البذره هي الثمره. اعتبر كده يعني، انه ما بعرفش افصلهم عن بعض. ماشي. فكده سين في بذور كتير جدا، اللي هو البسله مفيش غيره. فاستبعد الذره، استبعد به يعني. طب مثلا ده اللي بيقول الفول السوداني، ايه الفول السوداني ده؟ السوداني بيبقى فيه مثلا 2 او واحدة على حسب هي كبيرة ولا صغيرة. غالبا بيبقى فيه 2 يعني. مش السوداني يا ابني بيبقى عامل كده، في جواه بقى الثمرة اللي انت بتاكلها دي يعني. اه. فده فيه 2. مش عايزها برضه، انا عايز حاجة فيها 6. الوحيدة تنفع البسلة، يبقى يا ألف يا ايه يا جيم. ماشي. صاد اللي هو فيه بذرة واحدة بس. آه يبقى ده نبات الذرة ولا المشمش؟ والله ينفع ده وده على فكرة. تمام. ان قلنا الذرة ان في بذرة واحدة بس. طب شوف بقى عين اللي هتحسم لي بقى الدنيا. في 2، الاتنين الفول السوداني مش المشمش. يعني عين لازم تكون ايه؟ مش لازم تكون الفول السوداني، فتبقى الإجابة جيم اللي صح. ماشي. 52. في الشكل المقابل أي من يمثل منشأ كل من س وصاد؟ والله س دي الثمرة اللي بناكلها، بس تخلي بالك تفاح، فالمفروض المبيض، بس عشان تفاح يبقى التخت. وصاد دي البذرة، دي البويضة. ماشي. الرسمة مش باينة قوي، بس بص هو 4 اللي هو التخت، فأكيد س هي 4. ماشي. وصاد اللي هي البذرة، اللي هو مشاور تقريبا، أنا مش عارف هو مشاور على 2 ولا 3. هو مشاور على 2 تقريبا، 2 دي هي البويضة. يبقى س مع 4 وصاد مع 2. هو 3 مشاور على على المبيض، فمش هختار. تبقى 4 و2 الإجابة د. إذا الشكل المقابل الذي يبين تكون أحد الثمار، فإذا علمت أن واحد ناتجة من ألف واتنين ناتجة من ب. ماشي. هي إيه واحد دي؟ واحد دي البذرة صح، ناتجة من ألف اللي هي البويضة، طب منطقي. واتنين ناتجة من ب، 2 دي اللي هي الثمرة نفسها، ناتجة من ب اللي هو التخت. اه يبقى الثمرة دي كاذبة. تمام كده. اللي عرفت منين؟ ما هو التخت ما بيكونش الثمرة إلا في الثمرة الكاذبة، يبقى الثمرة دي كاذبة مش حقيقية. يبقى استبعد ألف واستبعد جيم. هي كاذبة. ناتجة عن حدوث اخصاب ولا لا؟ بص كلمة اخصاب دي معناها ان انا هعمل بذرة ولا لا، هي فيها بذرة ولا لا؟ فيها. يبقى في ناتجة عن حدوث اخصاب. كاذبة ناتجة عن حدوث اخصاب. ادى الشكل المقابل الذي يوضح قطعا طولين في ثمرة التفاح، ثم حدد من في دول تمثل زهرة التفاح. انا عايزك تفتكر بس سؤال صغير بس، هو زهرة التفاح دي انت اللي تعرفه عنها ايه؟ تعرف عنها حاجتين. انها اولا زهرة نموذجية خنثى، لان انت خدت في امثلة الزهرة النموذجية 4 امثلة: فول تفاح وبصل وبيتونيا. فول وتفاح او تفاح، مش فيها خنث. اول حاجه. تاني حاجه ان هي ثمره كاذبه، فمعنى كده ان المبيض مش بيكون لي الثمره، التخت هو اللي بيكون لي الثمره في حاله التفاح. تمام. مش طب انت عرفت انها زهره خنثى، يبقى بالعقل كده استبعد الف، لان الف موجود فيها العضو الانثى بس، مش موجود فيها عضو الذكر. انما ب وجيم فيهم ايه؟ فيهم المذكر والمؤنث يعني. جميل. طب ودال، دال على فكره فيها المذكر اهو، بص اهو. يا رب تكون شايفه يعني. ماشي. طب انا هختار بقى انهي وانهي وانهي. حلو. اختار انهي واحده يعني؟ هختار، انا من رايي انا هختار جيم. عارف ليه؟ اختار جيم ليه؟ بص كده، شايف مش ده المبيض يا ابني؟ اهو مش ده المبيض؟ شوف حواليه ايه؟ التخت محاوطه. دي بتظهر في التفاح او في الثمار الكاذبه عامه يعني. ليه؟ عشان ده اللي هيحصل، ان المبيض هيبقى جوه اللي هي الحته دي. المبيض الاول اللي انت شايفه ده هيبقى الحته دي. استنى، هيبقى الحته دي كده.
وان بقيه الزهره او بقيه التخت هيبقى الحته اللي حواليها دي. فشوف ده محوط ده ازاي. فتبقى الاجابه جيم. بس دي اظن انها مش عليك يعني، مستحيل تيجي في امتحان دي. بس هي استنتاجيه يعني، لان التفاح قلنا يعني كانك متخيل ان دي ثمره التفاح. البذور جوه اهي. استنى. البذور جوه اهي. تمام. وده الحته المحوطه البذور، دي الثمره كلها. فاهم؟ واللي فوق دي او اللي تحت دي يعني هي ايه؟ اللي بتاع التفاحه اللي تبقى من فوق دي. ما علينا يعني. ماشي. السؤال اللي بعده. أي المحيطات أي المحيطات أو الأوراق الزهرية لا يمكن أن توجد معا في نفس الثمرة. ماشي. احنا اتفقنا إن المفروض إن اللي بيتبقى بس من الزهرة في الحالة الطبيعية يعني هو المبيض وجواه البويضات اللي هي الثمرة جواها البذور. تمام. لكن في بعض الحالات بيبقى زي مثلا الرمان بيتبقى مثلا اللي هو أوراق الكأس ويبقى معاها الأزدية. في بعض الحالات مثلا زي أوراق أو زي أثمار مثلا الكوسة بيتبقى معاها التويج مثلا. ماشي. حلو. بيسألك بقى أي الأوراق الزهرية لا يمكن أن تتواجد معا في نفس الثمرة. الكأس والتويج ما ذكرناش في المنهج دي. السبالات وأزدية اللي هو كأس وأزدية دي في الرمان ذكرت في المنهج فعلا. فدي معايا. طب الأزدية وبتلات اللي هو تويج وأزدية لا ما اتذكرتش، وكذلك ده ما اتذكرتش بتلات وتخت دي. تمام. فاللي هو بيكلمك عن الذكر في المنهج يعني. ماشي. الشكل المقابل يوضح ثمرة الفراولة. على فكرة ثمرة الفراولة دي ثمرة كاذبة يعني، بس مش في المنهج يعني. ومن المعلومة ليك ان الثمرة كلها اللي انت شايفها دي كلها تخت، وان شايف النقط الصفر اللي عليها دي كانت بيضات، او قصدي مبايض عفوا. ماشي. ما علينا يعني. ما هي وظيفة التركيب س قبل تكوين الثمرة؟ س ده اللي هو كان الكاس وده عنق الزهرة. اللي هو ده اللي طلع ده، يبقى س دي اوراق الكاس. وظيفتها جذب الحشرات ولا انتاج حبوب اللقاح، ولا لا هي حماية اجزاء الزهرة، لان الكاس كان وظيفته الحماية بس جذب الحشرات الحاجات دي كانت بتاعة التويج. الشكل المقابل يوضح تركيب ثمرة الرمان. ما وظيفة تركيب واحد؟ بصوا. قلت لك في الرمان عفوا، اللي بالاخضر ده او الورق الاخضر ده كان الكاس. وان اللي في قمة الرمان دي او يعني اللي فوق دي بتبقى الأزدية، اللي هي اللي بتبقى الهشة دي. فدي كانت الأزدية. فوظيفتها ايه الأزدية قبل حدوث الإخصاب؟ تكوين الأمشاج الذكرية اللي هي ب. ماشي. الشكل المقابل الذي يوضح مقطعا عرضيا ببذرة البلح. ثم أجب. مين سين ومين صاد؟ ماشي. مش البلح ده كان أحد الفلقة الناس اللي مذاكرة؟ اه. يبقى سين اللي جوه ده. ماشي. لازم أن يكون اندوسبيرم مش نيوسيلا، لأن أصلا مفيش نيوسيلا في البذر أساسا، فولا ب ولا جيم معايا. اندوسبيرم. طب وصاد غلاف سمري ولا كسرة؟ هو بالعقل أكيد مش غلاف سمري، أصل ده بذر أصلا، فمش غلاف سمري. لو الغلاف السمري اللي هو اللي بره ده، فهو هتبقى الكسرة اللي معايا. الكسرة دي اللي هي كانت غلاف البذرة بتاعت أحد الفلقة يعني. ماشي. آخر سؤال بقى معانا في الفيديو ده. الشكل المقابل يوضح تكوين البذور. ادرسه جيدا ثم استنتج ما الأحرف التي تشير إلى نسيج الاندوسبيرم. ماشي. بص. قال لك ايه نسيج، خلي بالك يعني بعد ما انقسم، بعد ما البذرة تنمو شوية. ماشي. عندك هنا ابن الزيجوت ونواه الاندوسبيرم، يعني دي حصل لها إخصاب. ماشي. بي اللي مشاور لك عليه ده اللي هو الجنين، وايه اللي هو الاندوسبيرم. يبقى دي ايه معايا. وبعد كده بقت فلقة واحدة او فلقتين. الاندوسبيرم بيفضل في فلقة واحدة ولا في فلقتين؟ الاندوسبيرم بيفضل في فلقة واحدة، يبقى دي مش معايا ايه لا. طب هي دي ولا سي؟ دي الجنين، وسي اللي هي الاندوسبيرم. فالاندوسبيرم هنا بيمثل لي ايه وبيمثل لي سي. يبقى الإجابة جيم اللي صح. طب أنا مخترتش إي ليه؟ عشان إي يا شباب في فلقتين، فاستحالة يبقى فيها اندوسبيرم، ده بروتين بقى. تمام. ماشي. إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل وهنشوف بقى إن شاء الله إذا كان في جزء رابع ولا لأ. بس ربنا يسهل، كده كده هنحل الدرس كله إن شاء الله. ماشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.